السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في قناة هوات أفريل. إن شاء الله تكونوا كاملين بصحة جيدة. اليوم رجعت معكم بطريقة ديال فلون كراميل تحت طلب الناس العزاز بزاف. بغاو الطريقة بطبيعة الحال مضبوطة، فكنتمنى أنهم دابا يتفرجوا في الفيديو ويشوفوا الطريقة بالتفاصيل. أنا طولت هذا الفيديو صراحة، الفيديو كان خصو يجي غير قصير، ولكن طولت الفيديو باش نشرح لهم الطريقة ديال الكراميل، لأن هي اللي صعيبة في هذا الفيديو، ماشي شي حاجة واحدة أخرى، طريقة الكراميل. وكنتمنى بطبيعة الحال تستافدوا ويستافدوا معنا بزاف ديال الناس وبزاف ديال المبتدئات. وقبل ما نبداو الفيديو ديالي الإخوان والأخوات، غادي نبداو بالصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. كما كتشوفوا معايا المقادير ديال الكراميل: 200 غرام ديال السكر سنيدة، كأس حليب بطبيعة الحال 100 مل. كأس هذا فحال كؤوس ديال السكر، كؤوس الشاي. كما كتشوفوا ضروري من الحليب يكون سخون. وبطبيعة الحال ملعقة صغيرة ممتلئة من الزبدة، ضروري غنستعملوها في الكراميل ديالنا. وبالنسبه للبسكوي اللي استعملت معكم البنات، هذا البسكوي كيجي بزاف زوين مع الكراميل. الا ما متوفرش ممكن تستعملوا اي بسكوي اخر. بطبيعه الحال كما كتشوفوا الطريقه، انا غادي نهضر بزاف في هذا الفيديو حيت غنشرح لكم الطريقه. كنحطوا مقلاه على نار بطبيعه الحال. بالنسبه للمبتدئات خصو يديروا نار هادئه، وبالنسبه للناس اللي عارفين يعني الكراميل كيفاش كيدير ماشي مشكل يجهدوا النار، ولكن بالنسبه للمبتدئات ضروري تكون النار هادئه. يعني بطبيعه الحال ملي كتسخن المقلاه ديالنا كنضيفوا لها الكاس الاول من السكر حتى كيذوب. كنستعملوا ملعقه خشبيه غير كنحركوا داك السكر باش يذوب كامل، ومن ثم البنات استعملوا الكأس الثاني. هذا غيساعدكم، لان الا درتوا السكر فوق بعضياته كيتعطل بزاف باش يذوب. وبطبيعه الحال هذه طريقه سهله وباش دغيا يذوب معكم السكر وما تبقاوش واقفين بزاف حدا البوطاغاز. من ثم كنخويو السكر، الكأس الثاني من السكر بطبيعه الحال. كما كتشوفوا دغيا كيساعد على ذوبان السكر. ومن ثم بطبيعه الحال غادي نكمل معكم الطريقه ديالي. وما تنسونيش بالتشجيع، اشتراك، لايك، تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد شي وتافرين. وما تنسونيش بانتقاداتكم البناءه وتعليقكم الزوين والتشجيع ديالكم بطبيعه الحال لجميع الناس اللي كيقدموا محتوى هادف. غادي نرجع معكم بعد قليل. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما كيذوب معايا السكر كناخذ منه 6 معالق طعام. المعالق اللي كناكلوا بهم 6 معالق طعام كنديروهم في المول بطبيعه الحال اللي غادي ندير فيه الفلون ديالي. 6 معالق كنديروهم كما كتشوفوا. خويوهم في المول يعني كلهم هكا باش يجيكم ملي غتقلبوا الفلون ديالكم غيجيكم داك الكراميل من تحت. هذا الكراميل مازال ما ضفت فيه حتى شي اضافه، مجرد سكر يعني. وكما كتشوفوا كراميليزي هو اللي غادي نسبق، ما فيه حتى شي حاجه. مازال ما ضفت الزبده وما ضفتش البسكوي ديالي. هذا الكراميل كناخذوا منه 6 معالق كنديروهم في المول بطبيعه الحال، سواء سيليكون او يكون المول بطبيعه الحال اي مول عندكم. ماشي ضروري يكون سيليكون وماشي ضروري يكون مول يعني مزوق، ممكن ديروا حتى في المول ديال الكيك. في اي مول غادي ديروا فيه فلون ديالكم، لان ممكن مول زجاجي ممكن ما يكونش فيه حتى شي يعني زواق ولا كما كنقولوا. فمن ثم كنرجعوا الكراميل ديالنا على نار هادئه. كما كتشوفوا معايا خديت الكراميل ديالي، خديت منه 6 معالق درتهم في المول ديالي اللي غادي ندير فيه فلون ديالي. ومن ثم كنرجع البقيات الكراميل، غادي نضيف فيه ديك الملعقه ديال الزبده. دابا عاد غنبدا نخدم الكراميل ديالي اللي غادي نضيف في الفلون. طريقه سهله البنات، يعني المراحل سهله. كنتمنى انكم تجربوهم، كيجي زوين بزاف، بنين بزاف. وهاد الكراميل هذا اللي درتو معكم اللي غنضيف فيه البسكوي وكلشي ممكن تستخدموه في بزاف ديال الحاجات. كيجي بنين 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 حتى في الحلويات ديالكم بطبيعه الحال لتزيين الحلويات كيجي زوين بزاف. كنتمنى انكم تجربوه وما تبخلوش عليا بطبيعه الحال بالتشجيع. وما تنساوش دائما كنقول لكم شجعوا الناس اللي كيقدموا محتوى هادف ونبعلوا على التفاهه اللي ما فيها والو، يعني غير كضر بالمجتمع ديالنا وبطبيعه الحال بوليداتنا. وغادي نرجع نكمل معكم الفيديو دي.
البنات ما خدمت الزبده ديالي مزيان مع الكراميل ديالي، كنجيب داك الكاس الحليب وكنأكد عليكم هذا الكاس من الحليب سخون يعني ماشي بارد. بالنسبه للكراميل النوعيه الاخرى اللي كنديرو باش يجي ثقيل، انا هاد الكراميل درتو خفيف لان انا غادي نضيف فيه البسكوي عاد غيتقال. بالنسبه للكراميل اللي كيجي ثقيل ممكن نضيفوا فيه نشاء الذره، يعني كنستعملوا ملعقه نشاء في كاس الحليب بارد، ما كنسخنوش. الا كنا غنضيفوا النشا كنخليوه بارد وكنضيفوا فيه النشا كنحركوه مزيان، من ثم كنضيفوا على الكراميل ديالنا عفوا. هذه طريقه اخرى، ولكن انا درت معكم نشاء غير بالحليب عفوا كراميل غير بالحليب. بطبيعه الحال الحليب ضروري تسخنوه باش ما يتكلكلش معنا كما كتشوفوا، ولكن بالرغم من ذلك فالكراميل ديالنا ما تخافوش منه. يعني الا ضرفتوا الحليب بارد راه كيوقع له اكثر من هكا، يعني كيولي كله جامد، ومن ثم كيبدا بطبيعه الحال على نار هادئه كنبداو نذوبوا الكراميل ديالنا وكيرجع كيف ما كان. كما كتشوفوا دابا انا كنرجع الكراميل ديالي وغادي ندوبو مزيان بطبيعه الحال. وما تنسونيش اشتراك، لايك، تفعيل الجرس بطبيعه الحال، تعليق زوين بحال وجهكم، تشجيع، انتقاد بناء، اي وصفه مرحبا والف مرحبا بغيتوها نقدمها معكم في قناه شهوات افرير. وبطبيعه الحال ما تنساوش تشجعوا الناس اللي كيقدموا محتوى هادف، انا ما بغيتش ننجح غير بوحدي دائما كنأكد عليكم تشجعوا الناس اللي كيقدموا محتوى هادف. الكل يحتاج للتشجيع، المهم نشجعوا الناس اللي ماشي مضرين بالمجتمع ديالنا. وغادي نرجع بطبيعه الحال كما كتشوفوا كناخذ الكراميل ديالي مباشره يعني من النار وكنحطو في هذا الخلاط الكهربائي باش نضيف عليه البسكوي ديالي. غادي نطحن بزاف الكراميل ديالي مع البسكوي حتى يتجانس مزيان، ومن ثم كنكبو في شي زلافه كنخليه يبرد. وبطبيعه الحال الا كان الجو بارد نخليوه غير برا الثلاجه، والا كان الجو سخون غندخلوه للثلاجه باش يبرد اكثر باش نستعملوه في الكراميل ديالنا. غادي نرجع معكم الاخوان والاخوات. كما كتشوفوا معايا البنات القوام ديال الكراميل ديالي جا رائع بزاف، كنتمنى انكم تجربوه بطبيعه الحال. من بعد هذا الكراميل غتشوفوا غنضيفوا في الفلون ديالي. غادي نجيو دابا باش نعملوا معكم بطبيعه الحال طريقه ديال فلون اللي غادي نحضر معكم. دابا سالينا من الكراميل، دابا غادي ندير 2 لتر من الحليب بطبيعه الحال. السكر حسب الذوق، انا ضفت ملعقتين طعام ديال سكر سنيده او سكر خشن. من ثم كنضيف لهم 2 اكياس من فلون كراميل. كنأكد هذا الفلون كراميل لان باش ما نديروش اي فلون اخر. وبطبيعه الحال كنجيب 3 ديال الساشيات او الاكياس من فلون الازرق بديل هذا الفلون ازرق غنستعملوه باش ما نستعملش نشاء الذره. بالنسبه للناس الا ما بغيتوش تستعملوا هاد 3 الاكياس ممكن تستعملوا ملعقه ونصف من نشاء الذره باش يجمع لكم الفلون ديالكم. انا ما عنديش مع نشاء الذره فكنستعملت فلون لان ما كيعجبنيش المذاق ديالو بطبيعه الحال في الكراميل. هادشي كيبقى اختياري. فضفت 2 اكياس من فلون كراميل و3 اكياس من الفلون الازرق ديال درهم. كنتمنى انكم تكونوا خديتوا كل شيء يعني المقادير بعين الاعتبار. ومن ثم كنضيفوا الفلون ديالنا على النار، كنحطوه على نار هادئه وكنبداو نحركوا باش ما يتكلكعش معنا. ومن ثم كنجيبوا الكراميل من يقرب يغلى الفلون ديالي كنجيب الكراميل ديالي اللي عملت كنضيف 3 معالق طعام ممتلئه في الفلون ديالي باش كيعطيه واحد البنه مع داك البسكوي. راكم عارفين اصلا داك البسكوي كيجي بنين بزاف وكيجي كيتواتى مع الكراميل. وممكن تضيفوا اي بسكوي اخر، المهم تكون نوعيه جيده. من تبع البنات كما كتشوفوا المذاق مذاق المهم حيت زوين بزاف انا عبرت على داك الشيء اللي في خاطري. الصراحه المذاق ديالو زوين بزاف وبنين بزاف، فانا بحال اللي كناكل دابا
المهم البنات راه جا بنين بزاف. كنتمنى الناس اللي طلبوا مني هاد الكراميل يكونوا يعني لبيت لهم الطلب ديالهم وشرحت لكم جميع التفاصيل وما نسيت حتى شي حاجه. بطبيعه الحال تواصلوا معايا الا نسيت شي حاجه ما شرحتهاش لكم. انا كنظن هضرت بزاف في هذا الفيديو. وبطبيعه الحال من بعد ما كيغلى الكراميل او الفلون ديالنا كنكبوه في المول بطبيعه الحال اللي هو حطيت فيه الكراميل ديالو كان جاهز من شحال هادي. ملي نخويو هاد الحليب سخون على داك الكراميل واخا من ساعه من حطيته كيبدا هو يذوب من التحت بطبيعه الحال باش كيعطينا داك اللون الزوين من الفوق. وما تنساوش الاخوان والاخوات تشجيع لايك اشتراك تفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ديال شي وتفرير. وما تنساوش تشجعوا الناس اللي كيقدموا محتوى هادف. كاين بزاف ديال القنوات كيقدموا محتوى زوين من غير انا طبخ او اي واحد اخر. كاين بزاف الناس كتعب في المحتوى ديالهم محتوى زوين وماشي مضر بوليداتك ولا بالمجتمع ولا بتا شي حاجه. فشجعوا الناس اللي كيقدموا محتوى هادف وبعدوا من التفاهه لان التفاهه كثرت وكلنا كننتقدوا ديك التفاهه وفي الاخر كتمشيو تتابعوا وتشجعوهم بطبيعه الحال وتشاهدوهم واخا غير مشاهده ديالهم راه كتشجعهم او لايك او مهم. راه كاينين شي ناس لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. كنتمنى انكم تشجعوا الناس اللي كيقدموا محتوى هادف وتجربوا بطبيعه الحال الوصفات ديالي وصفات ديال شي وتفرير باش دائما نجيب لكم وصفات سهله اقتصاديه مع هاد غلاء الاسعار. وكنتمنى انكم بطبيعه الحال ما تنساونيش لايك اشتراك تفعيل الجرس وتعليق زوين بحال وجهكم وانتقاد بناء واي وصفه بغيتوها مرحبا والف مرحبا. شكرا لكم بزاف والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.